نحو 615 شهيدا منذ بدء الثورة السورية، في مشهد يؤكد إصرار الشعب السوري على نيل حريته مهما غلا الثمن. وينضم إلينا الآن من درعا شاهد عيان. مرحبا بك أخي الكريم. أهل درعا ما زالوا مستمرين في مظاهراتهم رغم التضحيات التي قدمت والشهداء الذين سقطوا. صف لنا الوضع في درعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي الكريم، بالنسبة للوضع في درعا اليوم كان يوم محوري، خلينا نقول بالمظاهرات اللي حصلت في درعا. أولا كان في هناك مظاهرة في منطقة جامع أبو بكر الصديق. ثاني الاتفاق هو التجمع من الحارات والزقة المحيطة بالجامع والتوجه إلى المسجد العمري. طبعا الاهالي تجمعوا. انا طبعا في تنسيق مع الاخوه هناك موجود. انا كنت في مظاهره في مسجد الشيخ عبد العزيز في منطقه المحطه. راح احكي لك اول شيء عن منطقه المحطه اللي هي كانت المظاهره الاكبر موجوده فيها، لانه كان تقريبا عدد الاشخاص موجودين فيها بحدود 4000 ل 5000 شخص. كان التجمع هناك بعد صلاه الظهر، تجمعوا الشباب بالتنسيق مع عده مناطق. كان في مظاهره قادمه اخرى من منطقه السد. طبعا الجيش وقف مذهول، الجيش ما قدر يتحرك يعمل شيء، لانه اوامر الجيش اولا هي عدم التدخل. يعني كان المفروض انه عدم يتدخل. اجت القوات الامنيه اجبروا الجيش وصار في اطلاق نار بالهواء وتفرقوا المتظاهرين. طبعا بس حاولنا نلملم حالنا بالحارات بالازقه وكملنا مظاهراتنا هذا في منطقه المحطه هاي اللي انا بس للتوضيح اخي الكريم، كيف اجبرت قوات الامن الجيش؟ هل هي التي تعطيه الاوامر او كيف؟ الاوامر العناصر الجيش الموجودين في الشوارع هم عناصر خدمه الزاميه، عساكر. يعني اي شخص حتى اورجيك يعني مدى الفلتان الامني اللي بالجيش. اي شخص ممكن يلبس بدله عسكريه ويجي يعطي اوامر للجيش وحاط رتبه وما معهم خبر شو اللي عم بصير. القوات الامنيه، العناصر الامنيه، يعني انا بعمر حياتي ما شفت ضابط امن مربي لحيه وبيدخن وبيلبس بوت رياضه وحاط اسلحه وحاط كذا. يعني الضباط الامنيين عم بيعطوا اوامر للجيش انه يفرقوا المتظاهرين. هذا اللي عم بيحصل. طبعا اجت باصات امن، اجوا ضباط امن لابسين لباس عسكري، وصار في تفريق للمظاهرات هذا في منطقه المحطه. نعم. طيب الوضع الآن كيف بالنسبة لتفريق المظاهرات؟ أولا هل تم استخدام العنف مثلا أو إطلاق الرصاص على المتظاهرين؟ كيف تم التفريق؟ الحمد لله طبعا كل احنا عم نتعلم قاعدين الحمد لله من امور كثير عم بتصير معنا. الحمد لله ما تم اطلاق نار مباشر علينا، تم اطلاق نار في الهواء تفريق المتظاهرين. اعتقالات، صار في بعض الاعتقالات، الاسماء بعدها ما وردتني لحد الان والعدد المعتقلين لحد الان بعد ما وردني، لانه التواصل نوعا ما صار صعب بعد تفريق المظاهرات. نعم. الجرحى لحد الان ما في جرحى الحمد لله، يعني ما في اي شيء بالنسبه للجرحى. بالنسبه للمظاهر اللي حصلت في جامع ابو بكر في منطقه البلد الوضع كان اصعب، لانه هناك انتشار امني اكثر والجيش كان بكثافه اعلى، خاصه انه الجيش رجع احتل جامع ابو بكر الصديق الموجود بالبلد وتمركز فيه هناك. التجمع مثل ما حكيت لك اجى من الازقه والحارات حوالين الجامع. حاول المتظاهرين يتوجهوا لمنطقه الجامع العمري، بس كمان نفس الشيء القوات الامنيه خلال باصات 25 40 راكب يجوا كمان فرقوا المتظاهرين وتفرقت المظاهرات. بس ما الشعارات التي رفعت؟ الشعارات التي رفعت في هذه المظاهرات؟ اخي الكريم، الشعار هو شعار وحيد فقط، لا بديل عن اسقاط النظام. طيب. اسقاط النظام هو الهدف، ما عندنا شيء غيره، لا بدنا نحاسب حدا ولا بدنا نحاكم حدا ولا بدنا كذا. بدنا نسقط النظام ونقتلعه من جذوره. هذا النظام قتل ابناء حوران، قتل ابناء سوريا. كل يوم في عندنا دفن في درعا، في مسيطره، في الطيبه، في نعيمه، في الاحراق، في ولد، في كل مكان. اللي بيعتقد انه الامور انتهت وهديت الامور والامور صارت هاديه، مثل ما عم بيطلع التلفزيون السوري انه الامور بدرعا كل يوم بيطلع كذبه انه الامور صارت هاديه، هو غلطان. طيب اخي الكريم، يعني انت تقول ان الهدف الوحيد في المظاهرات والشعار الوحيد المرفوع هو اسقاط النظام، وبالتالي يعني لا بديل عن هذا الخيار كما تقول. لكن هناك انباء وردت عن وفود من درعا، بينهم ربما علماء الدين ومشايخ الدين وأئمة مساجد، قابلوا الرئيس بشار الأسد
كيف يعني يحاورون نظاما أنتم تطالبون بإسقاطه؟ وأرجو أن تضعنا في الصورة بالنسبة للأهالي في درعا، ما هي ردة فعلهم على هذا اللقاء إن كان قد جرى أولا؟ طيب، بالنسبة للأشخاص اللي عم بيروحوا بيقابلوا اللي منصب حاله رئيس جمهورية، هذول اشخاص ما بيمثلوا غير انفسهم، بعضهم راح بالقوه وبعضهم راح كمخبر، يعني اغلبهم مخبرين واغلب علماء الدين، عفوا يعني غلط اسميهم علماء الدين، هذول اغلبهم اشخاص فاتوا الشريعه، فاتوا جامعه الشريعه عن طريق مفاضله الحزب، وهم بيعرفوا حالهم، بيعرفوا عن مين بحكي، يعني قاعدين فاتوا جامعه الشريعه عن طريق مفاضله الحزب، بعد ما خرجوا تعينوا مدراء اوقاف وتعينوا مفتي محافظه وتعين، هاي الامور كلها معروفه. واهل درعا يعني اهل سوريا بشكل عام اوعى من غباء التلفزيون السوري والتمثيليات اللي عم بطلعها التلفزيون السوري. هذا الشيء راح نثبته مع الايام، واثبتناه اليوم، وراح نثبته بكره، وراح نثبته بعد بكره. واحنا ما في بديل عن اسقاط النظام. طيب أخي الكريم، كيف هي ربما معنويات السكان وأهالي درعا في المظاهرات، وخصوصا أن الجمعة القادمة سميت ربما باسم جمعة حماة الديار، وشعارها الجيش والشعب يد واحدة؟ بالنسبة لمعنويات السكان، الحمد لله معنويات عالية، خاصة أنه من بداية الثورة لحد الآن يعني كان في، يعني أنا شخصيا تفاجأت من التضامن الأهالي مع بعضهم. في كثير عوائل منكوبة، كثير عوائل راح منها أكثر من شهيد، المعيلين تبعهم معتقلين. يعني تخيل انه لحد الان انه في اشخاص عندهم مطاعم، اشخاص بيستلموا راتب، عم بتقاسموا الدخل تبعهم مع الاشخاص المعيل تبعهم اللي المعتقل او الاشخاص اللي استشهدوا المعيلين تبعهم. اكثر من هيك تضامن ما راح تشوف، اكثر من هيك توافق بين الاهالي بمدينه درعا، وان شاء الله بكل مدن سوريا ما راح تشوف. هاي الازمه وهاي الثوره اللي ظهرت جاي هي اللي راح تسقط النظام، والاهالي والشباب ان شاء الله ايد واحده راح يسقطوا النظام، وان شاء الله الجيش بيكون كمان مع الشعب ايد واحده. اشكرك جزيل الشكر شاهد العيان، حدثتنا من درعا. لا تزال مقاطع الفيديو تظهر وحشية أفعال النظام السوري، حيث بثت